أعتقد إن في بنات كتير عدى عليهم الموقف ده. حد كان بيجري وراهم مهتم بكل تفصيلة في حياتهم، مستعد يعمل المستحيل علشان بس يبقوا معاه، وأول ما يبدأوا يبقوا معاه ويدوله اهتمام يسيبهم ويمشي. فلو تعرفي حد عدى عليه موقف زي ده، اتفرج على الفيديو ده للآخر وشاركي معاها. أول حاجة، نظرية أنت غالي طول ما أنت مش معايا، بس أول ما تبقى معايا قيمتك هتقل وتنزل قوي، وهتتعامل كأنك عادي وطبيعي. عارفة إحساس لما بتجيبي حاجة جديدة، عربية، موبايل، شنطة، تبقي شايفاها غالية إزاي ومبسوطة ومنبهرة بيها أول ما بتجيبيها؟ بعد فترة قصيرة إيه اللي بيحصل؟ مش الانبهار وإحساس السعادة الزايد اللي كان موجود بيبدأ يقل واحدة واحدة، تعاملي مع الحاجة دي كأنها عادي جدا زي أي حاجة كانت عندك. أهو ده بالظبط اللي بيحصل في العلاقات. الإنسان بطبعه الحاجة عنده قيمتها غالية طول ما هي مش في إيده ومش معاه، وده طبيعي جدا على فكرة. المشكلة بس إن ممكن يكون في رجالة بتعمل حاجات جامدة جدا عكس طبيعتها ومش هتقدر تعملها لما تبدأ العلاقة تبقى حقيقية وبجد، واللي هو أصلا ده كان السبب اللي خلاكي فتحتي له قلبك والعلاقة دي تبدأ. إن أنت مميزة ومش شبه أي حاجة عنده، غالية جدا، مهتم بكل تفاصيلك، عنده استعداد يعمل المستحيل بس تبقي معاه. طبعا لما الأسباب دي بتبدأ تختفي، العلاقة بتبدأ تنهار واحدة واحدة. السبب التاني إنه ممكن يكون هو أصلا شخص ولا بيحب الارتباط ولا عايز يرتبط بيكي ولا حاجة، هو بس كل فترة بيحط لنفسه تحدي وتارجت جديد يبدأ يشتغل عليه. وطبعا لما وصل لك هو كده حقق التارجت بتاعه، وطبيعي جدا إنه يختفي ويروح يدور على تارجت جديد. أو يكون هو أصلا بطبعه شخص بيحب التغيير، بيمل بسرعة، عايز كل شوية يبقى مع واحدة جديدة. أو ممكن يكون هو شخصية أصلا عنده اضطراب ومحتاج يتعالج، وده خطر جدا وخلي بالك منه عشان لو صدقتيه هتتأذي وهتتأذي جامد كمان. مش كل حاجة تحصل لك تقعدي تجلدي في ذاتك وتفتكري إن أنت السبب فيها. نيجي بقى للجزء اللي ممكن تكوني كنت أنت سبب فيه. أول حاجة إنك تكوني اديتيله مشاعرك واهتمامك بزيادة أوي. هحطها لك في مثال عشان تعرفي أنا قصدي إيه. تفتكري معايا هو لو في براند غالي بقى بيوزع مثلا الشنط بتاعته كهدية في الهاي مع البيبسي مع المناديل، بقى بيوزعها على الناس كلها، هل هتفضل محتفظة بنفس قيمتها؟ ده بالظبط اللي بيحصل معاكي. أحيانا لما بنيجي نبدأ العلاقة تبدأ تكون حقيقية وبجد، نبدأ ندي بقى مشاعرنا بزيادة ونهتم بزيادة ونحكي تفاصيل بزيادة، وبالتالي مشاعرنا دي تفقد قيمتها عند الطرف التاني. الطرف التاني بيشوف إن هي حاجة ببلاش، حاجة متاحة طول الوقت، فليه أنا أتعب وأهتم بيها عشان تفضل موجودة معايا؟ السبب التاني إن إحنا لما بنبدأ الطرف التاني يكون معانا في علاقة حقيقية، نبدأ نديله الأمان، نحكي له عن مشاكلنا الخاصة وعن مبادئنا وعن تفاصيل صغيرة في حياتنا وعن ماضينا وعن أخطائنا، فتبدأ الصورة بتاعتنا تختلف عنده. ممكن كان فاكر إن إحنا ملايكة وطلعنا بشر عادي زيه بنغلط، بس هو كان عايز يعيش مع ملاك.